بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض النهاردة. وهو ان احنا النهاردة بقى عملنا احلى اجمل كده حبة كشري. كشري المطاعم الجميل اللي بنشتريه من بره، عملناه في بيتنا وبطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. والشيف ابو علي هو اللي عامله. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنوريني كده وتحطي لي لايك وتحطي لي اشتراك وتكتبي لي كومنت جميل زي كده وتقولي لي بتشاهديني من اي بلد. يلا بينا، يلا بينا نشوف الجمال والحلاوه ديت. ابو علي بقى ايه، كان هنا في اجازه العيد والولاد قالوا له لازم تعمل لنا كشري يا بابا، بيحب الكشري بتاع باباهم جدا. جبنا الطلبات بقى ووقفنا معاه وهو اللي عمله، بس انا كنت ايه بخدم عليه كده وبناوله. عمل لنا الكشري وعمل لنا توميه وعمل لنا شطه. ويلا بينا ايه، جبنا شيبسي كده وقعدنا اتغدينا، كانت غدوة جميلة جدا. وعمل لنا الكشري بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ومش هياخد منك اي وقت ولا اي مجهود. حط اللايك لابو علي بقى كده عشان تشجعوه، عشان هو مسافر بقى. اول حاجة جبنا ايه بقى، جبنا نص شعرية ونص مكرونة سباكيتي ونص مكرونة مخرزة، وجبنا ب5 جنيه شطة، وجبنا ازازة زيت. وطبعا الرز عندنا ديت الشعرية ودي الشطة. وفي حاجات كتيرة ايه موجودة في البيت للطلبات ديت، زي الرز، زي بقى الايه التوم، إيه الحاجات التانية ديت، الخل. في حاجات كتيرة موجودة في البيت. دي طبعا عائشة اللي بتقدم لكم الحاجات ديت وبتقول لكم على اللي احنا جايبينه. حطينا بقى ايه، حتى ابو علي بقى حلة مية كبيرة كده على النار. قال لي انا هاخد منها للرز وهاخد منها ايه وهسلق في بقيتها المكرونة. كان بقى بيحمر الشعرية اهيت علشان نعمل الرز بتاع الكشري. نزل بنص الكمية بتاعة الشعرية، محطناش النص كيلو كله، حطينا نصه بس، يعني يعتبر ربع كيلو على ايه كيلو الا ربع رز. والمية اهيت بتغلي زي ما قلت لكم، كنا حطينا فيها ملح وحطينا زيت. خلاص الشعرية احمرت وكنا غسلنا الرز واديناه لابو علي بقى ايه يقلب كله على بعضه، وحط المكرونة. خلاص قلب الرز كده وزوده ميه وحط له ملحه وعلقنا عليها على البوتاجاز. ونزل بالمكرونه المخرزه الاول في قلب الميه، غلت غلوه كده، وبعدين كسرنا المكرونه الاسباجيتي ونزل بيها على المكرونه التانية، سلقناهم مع بعض عشان ايه ما نعملش غلبة كتير وحلل كتير. هم ولادي بيحبوا الكشري من ايد باباهم، بيعمله لهم حلو بيبقى طعمه جميل. كل ما بيجي اجازه من الشغل يقول لهم ايه، يقولوا له اعمل لنا يا بابا كشري. رغم ان انا بعمله لهم بس خلاص باباهم هنا بقى، خلاص هو طعمه حلو وحلو من ايديه. بيشجعوا ابوهم وسايبيني، شجعوني انتوا بقى وحطوا له اللايك. خلاص الرز بتاعنا اهو بدأ يتشرب. كنا حطينا عليه مرق الدجاج كمان مع ايه، مع الملح ومع ال البهارات بتاعتنا، كنا حاطين له كمان شويه بهارات كده. خلاص قطعنا بصله كده. ابو علي اللي قطع برضو يا جماعه، انا خلاص انا متعوده ان انا خلاص ايه انا اللي بعمل. وقشرت له راس توم وحطينا بهارات، حطينا معلقه كبيره بهارات، ال7 بهارات. وكان عندي بهارات كبسه حطيت كمان معلقه بقى، قلت له يلا هيصه كده بقى ايه. حطيناها على بعضها كده في الهون بتاعنا، ندقهم كده كويس، نخلطهم مع بعضهم. وهنزل بمعلقه شطه، انا اللي كنت بدق التوم وانا واقفه بقى بخدم عليه. خلاص البصله هي احمرت وابو علي خد معلقه من اللي احنا دقينه كده من التوم ونزل بها على البصله. هيقلبها تقليبه كويسه كده ببعضها. كل مشارك في الاكله دي يا جماعه، البيت كله مشارك وكله كان بيعمل. علي بقى اللي جاب ايه الطماطم بتاعتنا وفضاها على على البصله والتومه كده بقى. ضاف معلقه كبيره من الخل او ايه او معلقتين 3 كده، لانه كان بيفضي من الازازه. ما حسبناش هو حط قد ايه، بس انت حطي ايه ربع كوبايه، حطي 3 4 معالق كده. كده الطماطم بقى كنت انا برضو اللي ضربها له في الخلاط. وايه ما بتصفهاش الطماطم بتاعه الكشري، ما بتتصفاش، بتحطها بقشرها، نضفها كويس بس وضربها في الخلاط بشويه ميه. وفضي بقى ايه على التوم والبصل زي ما ابو علي عمل كده. وطبعا احنا كنا حاطين التوابل والحاجات دي في ايه في التومه.
حطينا ملح بس وايه، وغطينا الحله، الطماطم استوت. كده بقى ابو علي هيعمل لكم التوميه على بقيه التوم والملح والحاجه اللي كنا دقينها في الهنا اهيت. جاب ليمونه حلوه كبيره كده، عصرها، هيعصرها كويس كده وينزل ايه الميه بتاعتها كلها على التوم. دي التوميه طعمها جميل جدا، وبتخلي الكشري طعمه لذيذ كده، وليه ريحه جميله قوي زي ما بتشتريه من المحلات بالظبط. بس طبعا احنا نسينا نجيب الحمص. احنا جبنا العدس ابو جبه ونسينا نجيب الحمص، قلت لهم خلاص بقى مش مهم حمص. نزل بالنص التاني اهيت، هيعصرها كويس برضو كده وياخد منها الميه. عنده ذمه، بيحب يصفي الليمونه خالص، مش بيحب يسيب فيها حاجه. هننزل بقى بايه، معلقه خل كبيره كده. شفت التمية بتتعمل ازاي؟ كل البنات الحلوين اللي بيحبوا يتعلموا الحاجات الجديدة دي، توم وبهارات وشطة وليمون وخل على بعضه كده، كله ني في ني كده، وهينزل عليها بايه، بنص كوباية مية وشوية ملح كده، ايه صغننين، شعرة ملح صغننة كده اهيت. نص كوباية مية كده، ما تبقيش تكتر المية عشان يبقى لها طعم كده، والليمون والخل يبقى ظاهر فيها. وتقلبي بقى كله ببعضه كده، وتحطي بقى على الكشري كده بقى وكلي وقولي ايه الجمال والحلاوة ديت، الريحة ايه والطعم ايه، عسل. كده بقى ايه، جبنة معلقتين شطة كبار. دي بقى الشطة اللي بتيجي مع الكشري في الكيس وبتتربط كده، ويحطلك في ايه مع الوجبة بتاعتك. وهتجيبي معلقتين زيت كبار او ربع كوباية، وتقلبي كله ببعضه، وكده تبقي انت عملت الشطة بتاعة الكشري. زيت وشطة وبس، ممكن تضيفي لها شعرة ملح كمان بسيطة كده. كده بقى كنا احنا بلين العدس ابو جبة، هناخده نحطه على البوتاجاز يتسلق، علشان ناخده بقى ايه نحط منه على الحاجة بتاعتنا. قطعنا 3 بصلات حلوين كده، ابو علي قطعهم ورش عليهم شوية دقيق، وخدنا بقى الزيت حطيناه يسخن، وعلي نزل في الزيت بالبصل. قلت لكم الاكله دي الكل مشارك فيها، حتى سيف كان بيشيل الاطباق وبيجيب معانا وبيودي، وعائشه كانت بتعمل كمان. اكله بقى ايه لمت الكل ان هو يعمل، فرحانين بباباهم ان هو بيعمل له. هتحمري البصله كده بقى، ولما تتحمر وتطلع معاكي ترش عليها رشه ملح بقى كده بشطه وكمون وبهارات، وتظبطي كده بقى الاكله بتاعتك الجميله ديت. كنا بصراحه لما شبعنا كانت جميله قوي، كانوا عايزينه. وكان جاي قبل العيد بيومين يعملها لهم في رمضان، قلت لهم لا معدتكم تعبانه، مش هتقدروا تاكلوها في رمضان. خلاص كده حمرنا البصل ورشينا عليه، وحطينا التوميه بتاعتنا في الاطباق والشطه، ودي الصلصه بتاعتنا اهيت، والمكرونه على بعضها اهيت مسلوقه، والرز ما شاء الله عليه طالع جميل وكان طعمه تحفة، والعدس ابو جبة. وانت بتسلقيه يبقى حطي معاه شوية ملح عشان ما يبقاش عاد، ربع معلقة ملح كده او نص حسب الكمية اللي انت جايباها. خلاص جبنا بقى الصينية بتاعتنا اللي هنغرف فيها، وهننزل الاول. ابو علي بقى اللي بيغرف وبيظبط لكم الصينية. ننزل الاول بالرز، وهينزل بقى بعد كده بالمكرونه. طبعا المكرونه بتاعتنا عشان بردت تحس ان هي مسكت في بعضها، بس انا مرضتش ايه افرفرها بالميه، قلت خلاص كده كده يتحط عليها الصلصه وهتفرفر معانا. كان بيشوفها استوت ولا لا. طبعا المعلقه ما نفعتش، شال بايديه، لان المكرونه عاملينها من بدري وكانت بردت. الاكله دي جميله يا جماعه، واكتر الناس بتعملها، جميله جدا وحلوه قوي وطعمها تحفه، وهتعجب اولادك. واعمليها بس وما شاء الله عليها، بتبقى جميله جدا. ولو انت مش عيله كبيره ما تكتريش الكميات، اعملي كميات بسيطه، لان ايه الرز والمكرونه والحاجات دي بتعمل مجموعه كبيره. ما بتيجي تحوجي الطبق كده بتلاقي ايه الطبق انتله ولسه عندك كميات. ما تكتريش الكميه. احنا عملنا من كل حاجه نص، ونص كيلو الشعريه قسمناه نصين، وعمل معانا كتير، كنا كلنا وفات كمان لتاني يوم. خلاص بقى ايه، نزلنا بالعدس كده على وش المكرونة والرز،
وهننزل بالصلصة. وطبعا ايه، بتجيبي حمص وبتسلقيه زيه زي العدس ابو جبه كده، وبترشيه على وش الطبق بتاعك، وبيبقى كده خلاص الكشري اتعمل، وما شاء الله عليه زيه زي اي محل بره. بس انت بتعملي بكميات حلوه، وبتاكلي وبتشبعي وبتاكلي اولادك، احسن ما تجيبي الطبق قد كده فيه معلقتين ب25 جنيه ومش بيكفي حاجه. جربي الاكله معايا وقولي لي ايه رايك فيها، وشجعوني بقى، وشجعوا ابو علي كده، وحطوا له لايك وقولوا له ايه تسلم ايدك يا ابو علي. هنجيب البصل بتاعنا كده ويرش عليه رشة. انا بقى بحب البصل ده اكتر حاجة في الكشري البصل المقرمش ده. اشوفكم فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا. باي باي.